السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة معانا وصفة حلوة قوي، وصفة اقتصادية. هنعمل مع بعض من نص كيلو لحمة حوالي 11 او 12 قطعة بفتيك. تحفة جميل جدا. هنبدأ وصفتنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا زي ما انتم شايفين نص كيلو اللحمة، حطيت عليه بصلاية مفرومة، حطيت عليه ملح وفلفل وبضاية، وهنا معايا توم بودرة وبصل بودرة. وهحط كمان معلقتين دقيق علشان، وبهارات لحمة طبعا معلقتين الدقيق اهمت، علشان الدقيق دوت هيشد لي اي مية في اللحمة زيادة. بس كده، ومش هنحط اي حاجة تاني. هنعجن اللحمة بتاعتنا كويس جدا جدا جدا. هنا في مقطع هيكون اتحذف، بس معلش هقول لكم برضو انا عملت هنا ايه. المقطع هنا معلش اتحذف. انا مسكت اللحمه بعد ما عجنتها كويس قوي قوي قوي، حطيتها في التلاجة اتشمعت شويه. بعد كده جبت اكياس تلاجة وفتحتها، او مناديل التلاجة اللي انت بتشتريها جاهزه من عند الاكياس البلاستيك. كورت نص، يعني الكور اللحمه كده، يعني على حسب ما انا كورتهم بقى طلعوا معايا 11 او 12، مش فاكره كويس. وتروحي ايه مبططاهم وحطاهم في قلب صينيه وحطاهم في الفريزر لحد ما اللحمه دي تجمد. زي ما انتم شايفين لازم التكنيك الصح، وعلشان وصفتك تبقى صح اللحمه دي تبقى جامده معاكي، الشرايح جامده زي مثلا حته الخشب كده. ومعاكي بقى دقيق، ومعاكي بيض بلبن، وحط عليه رشه ملح ورشه فلفل. ومعانا هنا بقى بقسماط، إذا كنت عايزه تجيبي الفيجيتار الحار، عايزه تجيبي بقسماط على شويه كريسبي، اللي انت عايزه تشتغلي بيه اشتغلي بيه. بس انا بوصل لك المعلومه ازاي. اهم حاجه التكنيك، ان اللحمه هنا، بصوا هنا حتى انا اللحمه كانت ابتدت تفك معايا شويه. اتلهيت في حاجه كده في المطبخ، فاللحمه كانت ابتدت تفك، هتتعبك جدا. لا، انت تسيبي اللحمه وهي متماسكه تشتغل على طول. بصي هنا الشرايح لما متماسكه ما تتعبكيش ولا هتفك منك. ليه؟ لان دي لحمه مفرومه يا جماعه. خلاص اهي، تبصي وتروحي حطاها كده. وبعد كده برضو بتحطيهم تاني في صينيه ستانلس او اي صينيه او اي اطباق فوق بعضهم كده او بعيد عن بعض، وتدخليهم الفريزر تاني قبل القليه. خلاص. الوصفة حلوة قوي اقتصادية، بدل كيلو اللحمة ب 300 جنيه البفتيك. وبعدين النتيجة هنا روعة في ايه بقى؟ ان انتي النص كيلو لحمة لما يعني زودتي البصلة على معلقتين الدقيق على كده بيرمي معاكي اكتر. في النتيجة في الاخر بتيجي تقطمي، بتتقطم معاكي. مفيش كفر بيتشال، مفيش بفتكة حتة لحمة تكش ولا تشد منك. يعني انتوا كلنا عارفين ان احنا البفتيك اول ما بينزل الزيت بيلم شوية او اللحمة تشد منك كده. لكن دي وصفة حلوة. بنقرب المسافات لبعضنا في كل حاجة. الوصفة ديت بالأمانة قديمة جدا برضو، من على قناتي اللي كانت قديمة، اللي هي مطبخ نونا جولد. بس انا خدتها هنا تاني وجددتها لكم بصوت جديد بتسجيل جديد. وعايزه اقول لكم يلا، اللي ملحقش يعمل لايك يعمل لايك، واللي مش مشترك في القناه واول مره يخش قناتي يشترك في القناه. الوصفه هتعجبكم قوي، جربوها. اعملوا بقى جنبها شويه مكرونه، اعملوا جنبها شويه بطاطس محمره وسلطه قوطه وسلطه طحينه. اهو يوم ويتقضى والحمد لله. واللحمه دي برضو انا مش جايبه لحمه صغيره، انا جايبه لحمه من الكبيره. كانت ساعتها النص كان مش عارفة ب50 أو ب55. في الزمن ده. دلوقتي طبعا احنا عرفنا كلنا ان اللحمة الجاموسي وصلت ل170 و180 و190 كمان. يعني برضو عايزة اقولك ب80 جنيه او ب85 جنيه هتلم الدنيا، وهتبقى وجبة حلوة قوي قوي، هتكفي 4 أفراد. ممكن غدا وعشاء كمان، يعني فاهميني. رمت معايا حوالي 10 أو 11 قطعة. حلوين جدا. وألف هنا وشفا عليكم. دلوقتي هتشوفوا يعني الوصفة هتبقى حلوة قوي. بصوا، ولا فكت في الزيت ولا اتقطعت ولا أي حاجة. بسبب ايه؟ الخطوتين اللي احنا قلنا عليهم.
الخطوتين مهمين جدا، ان انت اول ما تكوري اللحمه وتحطيها ما بين كيسين بلاستيك كده او كيس بلاستيك، تفتحيه وتطبقي عليه وتبططيها كده بشكل عشوائي تطلع زي ما تطلع. بترصيهم في الفريزر، لازم يطلعوا متجمدين وانت متحضره التغليف بتاعك، البيض والدقيق والبقسماط او الفيجيتار. وبعد كده هوت لو حسيتي ان هم ابتدوا يفكوا برضو بتحطيهم يشدوا تاني في الفريزر، وتبتدي تخرجيهم تقليهم زي اي حاجة احنا بنجيبها، المصنعات اللي بنجيبها، البانيه اللي بنجيبه جاهز والحاجات دي اللي بنقليها وهي ايه متجمدة. بس كده هتاخدي النتيجة هايلة. وبصي متماسكة ومفيش ولا واحدة اتقطعت ولا واحدة فكت. بصوا في منتهى الجمال. اهوت انا زي ما انتوا شايفين اهي الكميه قدامكم، بقليها واحده واحده قدامكم. هتشوفوا دلوقتي بسم الله ما شاء الله الطبق ده كبير، يعني ده طبق بيتزا، بيتزا حجم كبير. ما شاء الله ملت لي الطبق، يعني القطع دي ملت لي الطبق ساعتها. والوصفه حلوه وانا جربتها وعدتها كتير. بس طبعا انا مش هيبقى عندي الوصفه دي جاهزه في القناه، وهعيد تاني او اشير لكم تاني. بصوا اهو. وكل مرة انت ما تعمليها هتبقى متمكنة فيها قوي وخلاص عرفتي تكنيكها ايه. والبضاية برضو لازم مهمة قوي في الوصفة دي، هي ومعلقتين الدقيق علشان تشدلك الرطوبة ومية البصل ومية لو فيها اللحمة فيها مية زيادة. وخلاص على كده احنا وصلنا للآخر، وصفتنا خلصت. وهقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتظروني ان شاء الله في الوصفة الجديدة.